السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم الكرة المغربية. اليوم صرح نبيل باها في مؤتمر صحفي للمواجهة الغد بين المنتخب المغربي وكاليدونيا الجديدة، وما قاله سنتطرق في هذا الفيديو إن شاء الله. أكد نبيل باها مدرب منتخب أقل من 17 سنة أن فريقه سيظهر بوجه أفضل من المباريات السابقة في مواجهة منتخب كاليدونيا الجديدة المقررة غد الأحد برسم ثالث جولات دور المجموعات كأس العالم المقامة حاليا بقطر. وقال باها في تصريحاته اليوم السبت على هامش آخر حصة تدريبية قبل مواجهة كاليدونيا الجديدة إن المنتخب المغربي سيظهر بوجه مشرف وسيحاول الفوز بكل الطرق الممكنة أمام خصم سيلعب بطريقة دفاعية، والبحث عن محاولة التأهل إلى الدور المقبل كأفضل ثالث في مجموعته. وأوضح المدرب الفتيان أن الانتصار ضروري جدا لتشريف صورة المنتخب الوطني المغربي بعد الخسارتين القاسيتين السابقتين أمام اليابان والمنتخب البرتغالي، مشددا على ضرورة مخاطبة اللاعبين بإيجابية لتجاوز العثرات السابقة بهدف تقديم مستوى جيد ونيل نقاط 3 في هذه المباراة وتسجيل أهداف بكثرة ولما لا. وزاد تابع قائلا: أعرف جيدا كيفية مواجهة منتخب يركن للدفاع، والفوز لن يحسم في الدقائق الأولى من المباراة. ستكون مواجهة صعبة ولن نفقد أمالنا حتى صافرة الحكم من أجل الانتصار الأول في البطولة. وزاد ضاف: أمنح وقت اللاعب لكل من يثبت جدارته، والعدالة هي الأساس في اختياراتي. الآن ما يهمنا جميعا ليس من سيلعب بل كيف سنفوز في المباراة القادمة أمام منتخب كاليدونيا الجديدة وبأي طريقة ممكنة. وختم كلامه، ختم الإطار الوطني تصريحه بالتأكيد على أن هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز، قائلا: التركيز يجب أن يكون على النتيجة وعلى روح المجموعة التي تبقى مفتاح النجاح في مثل هذه المنافسات. يشار إلى أن مباراة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام كاليدونيا الجديدة ستجرى غد الأحد على ملاعب أكاديمية سباير الثانية والنصف بعد الزوال بتوقيت المغرب. إخواني الكرام، ما تنساوش معكم واحد جيم للفيديو، واحد تعليق محفز، وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد. يلا نشوفكم فيديوهات أخرى، مع السلامة.